اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية يا رب. من مطبخ الرضا بحييكم أحلى تحية، أحلى متابعين وأحلى عيلة بحبكم في الله، متابعين مطبخ الرضا. معانا إن شاء الله النهاردة فيديو رائع وجميل، الفطير المشلتت الفيومي الأصلي الفلاحي يا جماعة. فطير مورق، فطير ما بياخدش معاكي أي وقت، بس أهم حاجة تمشي بتكات وتفاصيل، وتمشي معاه خطوة بخطوة، وتريحي العجينة بتاعته هتريحك في الفرد. زي ما انتوا شايفين الفطير بتاعنا ما شاء الله مورق وخفيف وجميل، بجد بجد حاجة كده تفتح النفس، وحاجة كده يتقال لها سيدي يا سيدي. طبعا قبل ما ندخل كده ونشوف الفيديو بتاعنا ونشوف كده المقادير بتاعتنا والوصفة التحفة بتاعتنا دي، عايزين سبسكرايب ولايكات لمطبخ الرضا عشان نكبر بيكم ومعاكم احلى متابعين في الدنيا بحبكم في الله. دول 4 كيلو من الدقيق يا حبايبي، وانا يعني ما بحددش اي نوع دقيق، لا اي نوع دقيق اعملي بيه، كل الدقايق اللي في المعجنات مفيش اي مشكلة خالص. اي دقيق للمعجنات من السوبر ماركت العادي. طبعا دخلنا الدقيق وحطينا زي ما انتم شايفين كده حبايبي معلقه كده من الملح، وقد معلقه الملح 2 من السكر. وهنعجن المره دي زي ما انتم شايفين، هنعجن باللبن. باللبن مش قادره اقول لكم على الفطير المشلتت باللبن بيبقى عامل ازاي. هنبدا كده، ده معانا كيلو من اللبن مدفيينه، ومعانا ميه برضو مدفيينها. الاتنين دافيين ليه؟ عشان الجو برد، بس العجينه بتاعتنا تبقى دافيه كده وتفرد معانا. كل ما تبقى دافيه بتفرد معاكي وبتبقى سهله في الفرد. طبعا كيلو اللبن حطيناه الاول، نزلنا بيه كله وبدأنا نعجن زي ما انتم شايفين. واهم حاجة في العجين طبعا عينيكي شايفة وعارفة المقدار اللي انت عايزاه ايه. عجينة الفطير يا حبايبي ما بتاخدش حاجة كتيرة، يعني ملهاش بقى لا خميرة ولا اي حاجة. بننزل بقى فيها كده وبنبدأ ان ايه، نخدم العجينة بتاعتنا، يعني نعجنها عجين مظبوط وعجين صح. كل ما تعجنيها وتاخدي وتدي في العجينة بتاعتك بتبقى متماسكة كده وحلوة، وفي نفس الوقت بتفرد معاكي وبتبقى جميلة. بدأنا بقى في العجينة زي ما انتم شايفين كده، ناخد وندي فيها. وهنلم العجينة، مادام العجينة من نجاح العجينة معاكي ان هي ما تكونش ماسكة في الحاجة اللي بتعجني فيها في البولة بتاعتك. مادام العجينة طلعت من البولة كده نظيفة كده وماسكة نفسها، خلاص يبقى العجينة مظبوطة. معايا بقى الزيت زي ما انتم شايفين، هاخد شوية كده من الزيت، مقدار معلقة من الزيت كده، وهنزل على وش العجينه وهعجنها تاني. طب ليه الزيت يا ام احمد؟ الزيت ده يا حبايب قلبي بيخلي العجينه تفرد، وفي نفس الوقت ايه، بتلمي بيه العجينه كده، بتحسي ان العجينه معاكي فردت، وبيدي نعومه للعجينه، يخلي العجينه ناعمه كده. فطبعا انت مش بتحطي كتير، هي حاجه بس كده ان انت بتلمي بيها العجينه. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله العجينه بتاعتنا بتتكلم عن نفسها. هي فعلا كده مظبوطه وجميله ومقدارها مظبوط وناعمه كده وزي الفل. خدمنا العجينة صح، ظبطنا الدنيا، الامور معانا كلها تمام. هنلم العجينة بتاعتنا تاني، وزي ما انتم شايفين البولة بتاعتنا نظيفة وزي الفل. هنلم العجينة كده وهنحط على وش العجينة شوية زيت، علشان البرد يا جماعة، البرد، علشان العجينة بتاعتنا ما تعملش وش كده وتنشف. وهنبدأ بقى، ده معانا كيس، اي كيس عندك، ده الكيس والله اللي كان فيه الدقيق كمان يعني. حطيناه زي ما انتم شايفين على وش العجينة كده، وهنبدأ نجيب فوطة وهنسيب العجينة بتاعتنا. يا ريت يكون افضل واحسن لو سبتيها ساعة ترتاح. كل العجينة ما بترتاح بيكون تمام. طبعا دي كانت اختي اللي بتعجن الصغيرة، ربنا يبارك فيها ويحفظها. طبعا احنا يوم الفطير ده بيبقى يوم لمة الحبايب ولمة العيلة. وعامة الفطير ده برضو كان معمول بمناسبة ان جوز اختي كان مسافر. فطبعا اتلمينا بقى، الحاجة والدتي ربنا يبارك فيها هي اللي هتبدأ بقى بالجزء التاني. طبعا انا اللي كنت بصور وبدي التعليمات بتاعتي اللي انا عارفاها يعني، بس طبعا كلنا بدون الحاجة طبعا ربنا يبارك لها فيها امي، بدون الحاجة ما بنعرفش نعمل حاجة يعني. فطبعا هي اللي جت بقى دلوقتي وقالت يلا خلاص بقى هاتوا العجينة بتاعتكم، هي كده ارتاحت، تعالوا بقى ان احنا ايه نبدأ نقطعها بقى. عملت ايه بقى دلوقتي؟ مسكت ال4 كيلو دول يا حبايبي هتعملهم 5 فطاير. هي المفروض ان هي كانت بتعمل الفطيرة الكيلو فطيرة. فطبعا احنا قلنا لها لا خففي، لان هي بتعمل في الصواني الكبيرة، وانا هوريكم الصواني اللي احنا كنا عاملين فيها. قلنا لها لا خففيه شويه وخليني اعملي لهم لنا 5 فطاير. عملت 5 فطاير وفطيره صغنونه كده في الاخر يعني. طبعا اختي تاني ما ريحتش، جابت بقى وعايزه توريكم العجينه. شايفين العجينه يا جماعه؟ بصراحه العجينه كانت جميله جدا. صدقوني عجنوها باللبن وجربوها، عجين الفطير باللبن لا يعلى عليه بجد. هي عماله تقول لكم حطوا لي لايك حطوا لي لايك، عشان انا اللي تعبت والله، انا اللي عجنت وتعبت يعني. فطبعا الحاجه بقى عملت ايه؟ قطعت 5 فطاير بعد ال5 فطاير اللي هم الكبار. يعني عملت 5 كور كبار، وبدأت على كل 5 كور حطت 10 كور صغيرين. يعني لكل كورة
10 صغيرين، لكل كورة كبيرة عملت 10 صغيرين. قطعتهم بقى، طبعا في كورة تاني حطها هي على جنب عشان هي تفرد في الصينية. كورة ب10 بتاعتها، بتبدأي تقسميهم بقى، تحطي كل كورة قدامها ال10 بتوعها عشان تبقي عارفة ان دي معاكي فطيرة. وهتبدأ بقى تفرد الفطيرة اللي هي الأم الكبيرة، تفرد الفطيرة الكبيرة بقى خالص وتوسعها، وما تقلقيش لو اتقطعت حصل فيها أي حاجة ولا تشغلي دماغك. فردت بقى زي ما انتم شايفين يا حبايبي هنا، طبعا احنا ساعدنا معاها برضو، كل واحد فينا كان واقف بيعمل حاجة. فطبعا فردت الفطيرة الكبيرة اللي هي الأم زي ما انتم شايفين كده، اللي هي الكرة الكبيرة. وبدأت بقى هتحط كل الصغير ده في قلب الفطيرة الكبيرة. يعني هتبدأ بقى تحط اهو، تفرد برضو كده وتحط سمنة، أهم حاجة السمنة. تفرد وتحط سمنة، تفرد وتحط سمنة. وطبعا احنا عادين العدد 10 فطاير صغيرين، 10 كور صغيرين. يبقى الفطيرة الكبيرة بتاخد 10 كور صغيرين. ونبدأ نفردهم ونحطهم على بعض في قلب الفطيرة الصغيرة. كده احنا فاردين وبنحط في قلب الفطيرة الصغيرة. بجد بجد طريقة سهلة بسيطة جدا، ما بتاخدش اي وقت والله، بس اهم حاجة ريحي العجينة بتاعتك. مادام صدقيني العجينة ارتاحت مش هتحسي بأي حاجة. هتلاقي الفطير راح معاكي على طول، فرد ما خدش اي وقت. وطبعا احنا بقى قعدنا مع احنا نفرد اللي هي الصغيرة، وهي تاخد مننا تفردها في قلب العجينة الكبيرة من جوه. زي ما انتوا شايفين كده. احنا عندنا هنا اي حد بيكون مسافر فلازم نعمل الفطير ده ياخده معاه، يعني اساسي لاصحابه اللي موجودين هناك لازم الفطير المشلتت بتاع الحاجة. طبعا بتحط هي طبعا الفطيرة الصغيرة، وفي النص بقى بتحط ايه السمنة، كل ما تحط واحدة بتحط سمنة، لان السمنة هي اللي بتورق الفطير كمان وبتخليه يبقى ايه في طبقات من بعضه. هنعد ال10 بالظبط مظبوطين، وبعد ال10 خلاص كده يبقى هي كده تمام، مش محتاجة اي حاجة تانية. ما تزوديش على ال10 عشان ما تكونش معاكي تخينة اكتر من اللازم. يعني هما ال10 في الكرة الكبيرة مظبوطين جدا، بكتير قوي يبقى 12 واحدة. فردنا بقى كده وزي الفل، وكل طبقة بتفردها بتحط فيها سمنة. بجد احنا بنحب لمتنا قوي قوي والله. انا كان نفسي اعمل الفيديو ده بالصوت بتاعه، بس طبعا بقى كنا بنهزر زيادة عن اللازم وكده، فقلنا لا يعني ايه مش هنصدعكم. بس بجد بتبقى لمة الفطاير والحاجات دي واحنا كلنا مع بعض بتبقى حاجة حلوة قوي. بدأت بقى تلم كل جنب زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي اهو. تلم كل جنب على بعض وتحط سمنة في النص زي ما انتوا شايفين كده. وكده كانت الفطيرة بتاعتنا زي الفل. الصينية جاهزة، في الصينية من تحت موجود فيه سمنة برضو زي ما انتوا شايفين. الصينية اهي زي ما انتوا شايفين فيه سمنة. وهي هتبدأ تحطها على الظهر، يعني تخلي الظهر تحت والوش هو اللي فوق، بحيث ان هي تفردها فيها وتتحط في الفرن. زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي، دول كده كانوا 4، وهم كانوا بيعملوا في الفطيرة ال5 وهم بيعملوها. دول كانوا 4 فطاير زي ما انتوا شايفين، عملناهم بنفس الطريقة وهنسيبهم يرتاحوا. طبعا دلوقتي انا بقى اللي قعدت قدام الفرن زي ما انتوا شايفين. وطبعا قدام الفرن عندنا كده بيبقى ايه يعني على السطوح كده على جنب في اوضه على جنب، فطبعا الاضاءه بتبقى يعني ايه مش مظبوطه. الفطيره زي ما انتم شايفين فردتها وعلى وشها بالسمنه زي ما شفتوا. طالعه الفطيره الله اكبر، شوفوا عامله ازاي، منفوخه ومورقه وجميله جميله بجد والله، بتتكلم عن نفسها. بسم الله ما شاء الله على الفطيره وجمالها. اول بقى الفطيره ما تطلع معاكي من الفرن كده وهي سخنه، تروحي عامله ايه شويه سمنه، شويه قشطه يا قشطه اي حاجه كده على وش الفطيره كده، تخليها لك تورق وتلمع كده وتبرق. يعني اللمعان بتاعها ده بيبقى من شويه سمنه بسيطه على الوش كده. شايفين بقى شكل الفطيره؟ والله لو ترجع تاني دلوقتي ما هسيبها. طالعه الله اكبر مورقه وجميله وحاجه كده ولا اروع بجد. شايفين الفطيره؟ يا سيدي يا سيدي على الجمال، يا سيدي يسلموا الايادي يا ست ام احمد. حاجه كده يتقال لها سيدي يا سيدي بجد. تحفة ومورقة وجميلة. وكانوا هنا بسم الله ما شاء الله طبعا معانا الصينية بنطلع عليها الفطاير زي ما انتم شايفين يا حبايبي، ونحطهم على الوش على بعضهم بحيث ان هما يضطروا بعض، يعني يبقوا طراي زي ما انتم شايفين اهم ال5. وعملنا الصغيرة اللي قلت لكم عليها اهي، دي اصغر واحدة لو انت عايزة تعمليه صغير. جبت بقى هنا الفطير كده وفردته وقلت بقى ان انا هوريهولكم كده. طبعا احنا لازم ندوق، مش هنديله ال5 واحنا نقعد نتفرج يعني. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله الفطير طالع كده مورق وجميل. وعسل اسود او عسل ابيض اللي موجود عليه طحينه كده لو حابه، بس احنا ما بنحبوش بطحينه. وطبعا مش الفلاحي بتاعنا بقى الموحوح ده. وهنبدا بقى ناكل، وجبنه طبعا قديمه، والدنيا هتبقى زي الفل وهناكل ونتبسط. وهنديله برضو معاه وهو ماشي اللي هو عايزه.
طريقة فطير سهلة وبسيطة، الفطير الفلاحي ما حدش كتير أوي بيصعب، يعني بيحس إنه صعب، بس هو بجد جميل جدًا. سبسكرايب ولايكات لمطبخ الرضا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.